عاملين حساب ان البحيره بتاعت كينج بريوت ترجع كما كانت واحسن. وبقول كده لكل من متجاوز، بقول تاني كينج بريوت هترجع تاني وهتشيل كل المخالفات. تم تطهير بحيره مريوط بمساحه 8000 فدان باجمالي كميه 44 مليون متر مكعب باستخدام الكراكات البحريه بالتنسيق مع هيئه قناه السويس، والتي تم استخدامها في تكوين جزيره طبيعيه بمساحه 240 فدان بحيره مريوط. واحنا يا فندم هنا كل النباتات اللي حضرتك يعني باينه في الصور هي دي كان شكل بحيره مريوط قبل ما نتدخل في تطهيرها، والنهارده يا فندم شكلها المياه ده تصوير بتاع امبارح بس، لسه التصوير ده يا فندم. احنا استخدمنا يا فندم حوالي 13 كراكه بحريه و182 حفار على صندر، وتم يا فندم حصر جميع التعديات على البحيره بواسطه هيئه الثروه السمكيه، وتم يا فندم ازاله هذه التعديات باجمالي 1100 تعدي على البحيره. تم تنفيذ مواسير نفقيه سابقه الصب باجمالي اطوال 4800 متر طولي بمسطح اقطار 1500 ملم لمناطق الملاحات ووادي مريوط واسفل الطرق المؤديه الى مدينه برج العرب الجديده، مع رفع كفاءه الاعمال الهندسيه السابق تنفيذها طول المسار. شارك في المشروع عدد 8 مكاتب استشاريه مصريه بطاقه 250 مهندس، وتم تنفيذ المشروع بعدد 15 شركه مقاولات وبحجم معدات تصل ل 1500 معده ثقيله وعدد 6000 عامل ومهندس وفني، ويوفر المشروع حوالي 10000 فرصه عمل مباشره و30000 فرصه عمل غير مباشره. لقد تم انجاز هذا العمل بالمعدلات واداء قياسي جدا في عامين، وفي ظل الظروف الاستثنائيه يمر بها العالم اجمع، مع مراعاه كافه الاجراءات الاحترازيه للامن وسلامه القوى البشريه العامله بالمشروع، وهو ما لم يكن الامر يسير. اسكندريه مش مجرد مدينه جميله فيها بحر وكورنيش ومعالم سياحيه، اسكندريه تاريخ وكمان مستقبل. بس التعداد السكاني فيها وصل لاكتر من 5 مليون نسمه، وزوارها وصلوا لأكتر من 2 مليون زائر، وكل دول متركزين في منطقة واحدة. فكان الحل هو تعمير امتدادات مدينة الإسكندرية، وبالفعل بدأت أعمال تطوير محور المشير فخري أبو ذكري، بداية من الطريق الصحراوي ولحد كوبري سيدي كرير كمرحلة أولى بطول 35 كيلومتر، والمرحلة الثانية من سيدي كرير لمدخل مدينة برج العرب بطول 15 كيلومتر. صحيح الحلم بقى حقيقة، بس السكة ما كانتش سهلة، لأن شريان الحياة عشان يتمد محتاج مجهود كبير جدا من أكتر من 8 شركات منفذة و250 مهندس وأكتر من 8000 عامل اشتغلوا ليل نهار تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. التحديات اللي واجهت أعمال التطوير كانت فعلا شبه مستحيلة، بداية من تقاطع خطوط البترول مع المواسير النفقية، فعملنا مسار للطريق الرئيسي موازي للمحور، وخلينا المسار القديم ده طريق للخدمة، وكملنا مسار الطريق وصولا لكوبري السكة الحديد، ومن بعده دخلنا على منطقة الملاحات والمصارف اللي احتاجنا فيها لتطهير طبقة الملح بعمق يتراوح ما بين 3 إلى 5 متر، ومن بعدهم تيجي منطقة أبراج الكهرباء اللي تم نقل الأبراج فيها لمسافة 50 متر عشان ما تكونش متعارضة مع أعمال التوسعة، وصولا لكوبري 21. وعلى طول الطريق بالكامل تم تنفيذ 18 كوبري بطول 18 كيلومتر، وإنشاء 800 عمود إنارة بارتفاع 25 متر، وبيشتغل بأحدث التقنيات، تقنية دايمنج سيستم للتحكم في الإضاءة حسب الكثافة المرورية لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى 1500 عمود إنارة بطول 10.5 متر، وتنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40,000 متر، وزراعة آلاف الأشجار المثمرة والنخيل عشان نفضل محافظين على التناسق العام ونساهم في القضاء على التلوث. أما ده محور ماريا الواصل بين محور أبو ذكري والطريق الساحلي مرورا بمطار برج العرب والاستاد وضاحية ماريا الأولمبية. وعشان تكتمل المنظومة ويكمل شريان الحياة
اتعمل 12 منطقة استثمارية تحتوي على مناطق خدمية وسياحية بتغذي محور أبو ذكري. المنطقة الاستثمارية مبنية على مساحة 180 ألف متر وبتضم العديد من الخدمات، منها محطات الوقود الذكية والشحن الكهربائي ومحلات تجارية وكافيهات. أما هنا بنلاقي منطقة معارض السيارات بتضم أكتر من 10 توكيلات للسيارات العالمية.